تخيل انك راجع للبلد اللي عشت فيها وانت صغير، بس بتتفاجئ ان بيحصل فيها شوية امور مش عادية، زي ان جيرانك بيختفوا ومعظم الاهالي بيصحوا بس بالليل، وكل ما ده كان اللغز بيكبر وانت يا حبة عيني مش فاهم حاجة. لو انت مكانهم هتعرف تهرب ولا مصيرك هيكون زيهم؟ بدايتنا مع ستراكر وقت ما كان في مكتب شحن وبيطلب من الموظف اللي هناك يوصل له صندوق موجود في المينا على بيته الجديد بيت مارسن، وبدأ يأكد على الموظف إنه يعتبر الصندوق ده زي عيل من عياله ويوصله سليم لحد البيت. لكن العامل كان خايف ومتردد لأن القصر ده كان حواليه إشاعات كتير جدا، زي إن صاحب الله يحرقه مطرح ما راح كان من عبدة الشيطان وقدم مراته كقربان وانتحر من بعدها، وتقريبا دي الحاجة الوحيدة الصح في حياته. فالأكيد إن من كل ده البيت مسكون بالأشباح وليلة زرقاء سعادتك. على أي حال بيوصلهم الصندوق بالليل، وراح العامل هو وزميله عشان ينزلوه في السرداب زي ما أمر ستراكر، وكان الصندوق تقيل جدا عليهم، ده غير ضلمة المكان، فغصب عن واحد فيهم بيقع منه الصندوق على الأرض وبتتكسر منه حتة، وبعدها بيطلع صوت هادي من الصندوق خلى العامل بقى يتحرك زي المنوم مغناطيسي. وفي نفس اللحظة كان الغطا بدأ يترفع، فصرخ فيه زميله: اجري يالا، ده شكله طلع مسكون بجد ولا ايه؟ ثواني بعدها وبيظهر لنا احنا من الضلمة وش كائن مسخ شبه مصاص الدماء، وبنقفل الصفحة دي وبنوصل لبطلنا بين مارز وقت ما كان بيعرف الشرطي انه اتنقل جديد لقريتهم وهيقعد عندهم يعني شوية، فبيعرفوا الشرطي انه راعي الامن هنا في المنطقة ومش عاوزين قلق هنا، لا يعمل قلق هحيكوا. وبنفهم من باقي الحكي ان بين يبقى مؤلف روايات جامد شخليلة، بس ولانه في الفترة الاخيرة ما كانش عنده اي افكار جديدة لاعماله، فقرر يرجع لقريته على اساس بقى انها تكون مركز الهام يستبد منها شوية افكار تنزل روايات تكسر الدنيا. المهم ان بعد كل ده بين كان راح لمكتب عقارات علشان يدوروا له على مكان رخيص يقعد فيه، وبيتقابل هناك مع سوزي اللي بتحس ان السحنة دي مش غريبة عليها. ثواني وبيخرج لاري مديرها وبيرحب ببن، فبيعرفوا بن بنفسه وبطلبه، كمان قال له انه في الطريق شاف حد سكن في بيت مارسن، فبيقولوا له يا عم ده في واحد اوروبي انيق اشترى البيت وساكن فيه حاليا، ده كمان نفس الشخص يبقى صاحب المحل ده برضه. ومن باقي كلامهم بتفهم سوزي انه يبقى مؤلف الروايات اللي هي مدمنة عليها، فمن الاحراج بتدله على مكان الشقة اللي هيسكن فيها علشان يمشي. وبعد ما فعلا بين بيأجر الشقة وبينقل فيها حاجاته بيروح للمكتبة علشان يبدأ شغل، على ما بتكون وصلت سوزي وأمها وهي بتحاول تأثر على سوزي بنتها وبتقول لها: يا بنت العبيطة، وده عريس يترفض؟ الواد كان شغال في بلاد الفرنجة وراجع معاه شقلة فلوس قد كده اهو. سوزي بقى بتسيبها من كل هاري أمها اللي ملوش لازمة ده وبتركز مع بن، وبتعمل قال ايه مش واخدة بالها ان صوتها عالي وهي بتتفق معاهم على حفلة سينما السيارات النهاردة بالليل. وبالليل بيستهبل بينه هو كمان وبيعمل انه هنا صدفة، وبتفتح معاه كلام سوزي وتقول انها سمعت شوية طراطيش كلام عن انه كان عايش هنا وهو صغير، فيا ترى ممكن اعرف انت ليه قررت ترجع؟ بيبدأ يحكي لها بن عن قصة حياته، وقال ان ابوه وامه ماتوا في حادثة عربية لما كان عنده 9 سنين، ومن وقتها وهو عايش عند قرايبه في بلد تانية، بس على طول كان حاسس انه هربان من حاجة، فقرر انه يرجع يدور على نفسه هنا من تاني. واتأثرت سوزي طبعا بقصته وكل الكلام الأفلاطوني ده، وبدأت تحييه على شجاعته في مواجهة الماضي، وانت في الوقت ده مش فاهم ايه كمية العبث دي. ما علينا، بنسيبنا منهم وبنرجع بالزمن شوية لنفس اليوم الصبح في مدرسة القرية، وقت ما كان في عيال بيتنططوا على طالب جديد لسه منضم ليهم ومطلعين عليه اسم عبده الأسود، بس الولع عم عبده رد لهم الصعصعين ومسك العيال وطحنهم ضرب. وعلى الصوت وصل عم الحاج مات مدير المدرسة، وبدأ يزعق فيهم ويقول: لو أهاليكم كانوا عرفوا يربوكم في بيوتهم ما كانش حصل منكم كده، يا واخد منك ليه. وبعد ما بتخلص المدرسة بيرجع الأخين داني ورافي مع عبده لبيته، وكانوا مبهورين باللي عمله إنه قدر يتصدى للمتنمرين، وبيخلصوا قعدتهم وبيقوموا يروحوا. وفي الطريق قابلوا العم ستراكر وعرض عليهم إنه يوصلهم للبيت، بس داني كان فاهم إنه راجل خبيث، فقالوا: لا شكرا يا عم الحاج، احنا هنعرف نروح سيرا على الأقدام، هي الأقدام. وبياخد أخوه بعدها وبيمشي من الغابة علشان يهربوا منه، لكن استراكر كان في ديلهم واستغل فرصة إن الأخ الصغير رافي لوحده وخطفه، ورجع شحنه على العربية ورجع بيه على البيت، وهناك بيقدمه كقربان لمصاص الدماء بهدف إنه يحول كل أهل البلد لمسوخ زيه.
ثواني وكان هجم المخلوق على رافي ومصمصه. وفي تاني يوم خبر اختفاء الطفل انتشر في البلد كلها، وقرر الأهالي إنهم يدوروا مع الشرطة عنه، لكن بعد البحث ولمدة أسبوع برضه ما قدروش يتوصلوا لحاجة. وخلال الفترة دي كان اتعرف بين على مدير المدرسة وطلب منه إنه يبقى يجي للمدرسة ويقعد مع الطلبة علشان يكون حافز ليهم. فبتدخل سوزي معاهم على الخط وبتعرفهم إن الشرطة هتوقف بحث عن الطفل، خصوصا لو فضل الوضع على ما هو عليه والشتاء قرب يدخل. وبنسيبنا منهم ومن كل قرفهم وبنروح للولد داني اللي كان قاعد مع نفسه حزين على اختفاء أخوه. وفجأة سمع صوت من بره البيت وكان جواه إحساس إن الصوت ده من أخوه رافي، فبدون تفكير كتير نزل يشوف إيه الحكاية، وبيلاقي تحت فعلا اللعبة اللي كانت مع أخوه قبل ما يختفي. كمان المرجحة يا سيدي العزيز كانت بتتحرك، وقبل ما بيلحق يفهم فيه إيه اتشفط لفوق. بعدها بيرجع داني وبيدخل على أمه أوضة النوم وبيقول لها إنه تعبان، وكان فعلا باين على جسمه وصوته إنه مريض، فبينقلوه بسرعة للمستشفى. وهناك بتعرفهم الدكتور إنه بيعاني من أنيميا حادة ومش مفهوم سببها. وبتفضل الأم جنبه ترعاه لحد ما بترجع وبتلاقي داني كان قاطع كيس الدم ومغرق نفسه بيه، وكان خلاص فارق الحياة، أو ده اللي هم كانوا فاكرينه. وبعد ما بتخلص الجنازة وصلاة المتوفي وكل الكلام الأفلاطوني العظيم ده، بنشوف الشاب مايك واللي مسؤول عن دفن داني أو الموت عموما يعني، بس تقريبا من التعب أو السكر بيغلبه النوم ومش بيفوق غير بالليل، فبسرعة بيقوم يدفن علشان يلحق يروح. وساعتها بيسمع خبط جاي من التابوت، والخبط بدأ يزيد مع الوقت، ومايك بقى خايف وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، الولد ده رجع للحياة تاني ولا مين اللي بيعمل كده؟ وعلى أي حال بينزل يفتح غطا التابوت وبيلاقي إن داني لسه جثة زي ما هو، ده كمان جسمه بارد. وهنا بيقتنع مايك إنه كان لازم يبطل يشرب بانجو من بدري، ما هي دماغ المساطيل دي اللي مودياه في داهية. المشكلة الحقيقية إن مايك مش بيطلع مسطول ولا حاجة، لأن داني كان اختفى من التابوت وظهر من وراه فجأة، بعد طبعا ما كان اتحول لمصاص دماء، وهجم على مايك وأخده ونزل بيه على القبر، كمل فيه مصمصة تحت. وفي تاني يوم وبعد يوم طويل في الشغل، راح المدير مات للبار علشان يلهو ويلعب شوية ويهوي دماغه، وطلب كوباية شاي بالنعناع لأنه كان راجل صالح ومربي فاضل وأكيد مش هيعمل الحاجات الحرام التانية. المهم لفت نظر مات الحاج مايك وهو كان قاعد مع حاله ووشه كان شاحب شحوب الأموات، فسأله مات انت مالك يا ابني، ايه اللي عمل فيك كده؟ رد مايك والله يا أستاذ أنا من بعد الجنازة امبارح وأنا غايب على الوعي ومش فاكر حاجة، وكل اللي فاكره بس كانت عيون مخيفة كده شبه عيون القطط. وملخص القصة عم الحاج مات، أنا حاسس إن أنا مش بخير وعاوزك ترعاني النهاردة لأني مرعوب أنام لوحدي. فبياخده مات علشان يبات عنده النهاردة، وبيديله مسكن على ما يبقى يعرضه في تاني يوم على الدكتورة كودي. بس في الوقت ده بيلاحظ إن رقبة مايك كان فيها مكان لجروح، ولما سأله عن سببها رد مايك إن الجروح دي هو مش عارف جت منين ولا كان حاسس بيها أصلا. واتأكد هنا مات إن في حاجة غلط، بس إيه هي هو لسه مش عارف. وقعد ياخد ويدي مع نفسه ويفكر في الموضوع لحد ما سمع صوت خبط جامد جاي من الدور التاني، ولما خرج يشوف إيه سبب الصوت ده شاف مايك وهو طاير زي الخفافيش وبيدخل من الشباك. وهنا بيخاف مات إنه يقعد معاه في البيت، وبيروح يطلب مساعدة بن وسوزي اللي كانوا بيعملوا شوية حاجات حرام وهو قطع عليهم خلوته. وبعد ما سمع منه بين كل حاجة كان مش مصدق وسأله انت متأكد يا عم مات ولا كنت متقل النهاردة في الشرب ولا ايه القصة؟ فبيرد عليه مات بكل جدية يا جدع انت انا شفته بعيني وهو طاير وبيدخل من الشباك. فبيروح معاه بين بشك علشان يتأكد، وبيدخل بالكشاف علشان الكهرباء كانت مقطوعة، وبيعرفوا انه مايك مات لما بيلمسوا ايده ويلاقوها زي التلج. الأغرب من كده إن جروح العضة اختفت وما بقاش ليها أثر. فبتحكي لهم سوزي عن إنه كده ممكن يكون اتعض من مصاص دماء، وإن على حسب الأسطورة يعني تختفي الجروح من على أجسامهم بعد ما يموتوا وبيرجعوا تاني للحياة ويحولوا في باقي الناس. بعدها بتيجي الدكتور كودي وبتأكد عليهم إنه مات بسبب الأنيميا الحادة، وبطلوا جهل بقى، مصاصين دماء إيه؟ ارمي يا ابن الصليب اللي في إيدك ده بلاش عبط. نسيبنا احنا بقى من الناس المتخلفين دول ونروح للولا عم الأستاذ عبده لما كان سمع صوت خبط جاي من الشباك، وبعدها سمع صوت صاحبه داني اللي كان مات بينادي عليه بره. فقام بسرعة عبده يقفل الشباك وهو مرعوب، وما فيش ثواني وظهر له رافي من الشباك التاني وبيقدر يسيطر على عبده اللي بدأت ايده تتحرك غصب عنه وتفتح الشباك لرافي. وهنا بيظهر من ورا عبده نور كان جاي من الصليب، فبيمسكه بسرعة وبيحرق بيه وش رافي اللي خرج يهرب من بعدها.
وبعد كده بيروح عبده يفتح شوية مجلات بتحكي عن مصاص الدماء علشان يعرف عنهم أكتر وإزاي يقدر يقتلهم. وعلى الناحية التانية كان العم مات بيقرأ عنهم هو كمان، واندمج في القراءة لدرجة إنه نسي نفسه ومحسش بمايك وهو واقف وراه. يوه خضتني يا حمزة. فبسرعة بيمسك الصليب وبيوجهه على وش مايك اللي بيخاف جدا منه وبيرجع للضلمة تاني. بس المصايب مش بتقف لحد كده، لأنه بيرجع يهاجمه وبيوقعه على الأرض، وبتبدأ تقلب عيون مات للأبيض، وكان خلاص هيسيطر عليه قبل ما بيمسك العم مات الصليب من تاني وبيصرخ فيه علشان يمشي. وفعلا بيهرب مايك المرة دي وبجد. وتاني يوم عند كودي بتيجي الممرضة وبتعرفها إن جثة مايك اختفت من المشرحة امبارح، ولما بتتأكد من كلامها بتتحرك على بيت مات بسرعة يمكن تلاقي تفسير للي بيحصل. وبتشوف مات وهو على نفس حاله من امبارح، فبتحاول تساعده وتسأله ايه اللي حصل معاه. وهنا بيشرح لهم مات ان مايك اتحول لمصاص دماء وهجم عليه امبارح، وانهم لازم يوفروا حاجات زي الثوم والماء المقدس والصلبان علشان تساعدهم يتعاملوا مع مصاص الدماء. فبيقترح عليهم بين انهم يطلعوا جثة الطفل داني ويتأكدوا من شكوكهم ان كان في مصاصين دماء او لا. بترد عليهم كودي ان الخطوة دي ملهاش لازمة، لان ام داني ماتت امبارح بنفس الطريقة وجثتها حاليا موجودة في المستشفى ويقدروا يروحوا لهناك ويفحصوها. واتفقوا انهم يعملوا كده فعلا، لكن الحاج مات رفض انه يروح معاهم وبيعرفهم انه هيراقب ستراكر لانه شاكك ان الراجل ده سبب ظهور مصاص الدماء في قريتهم. وفي وقت ما كان بيراقبه لمح الطفل عبده وهو بينط من على سور بيته، فبيلحقه بسرعة قبل ما يحصل له حاجة وبيطلب منه يروح، لكن عبده بيرفض لأن صاحبه داني في خطر، ومش بيلحق يخلص كلمته لأن في حد قفل عليهم الباب من بره وشكلهم هيطلع عين أبوهم ضرب. المهم إن في نفس الوقت كان وصل بينه وباقي فريقه للمشرحة وبيتأكدوا من إن أم داني ميتة. فبتسألهم سوزي إن لو الست دي فعلا طلعت مصاصة دماء إحنا هنعمل إيه؟ وللأسف مش بتحتاج حد يجاوب عليها لأن شبشب حمام الحاجة أم داني وقع، وبيتفزعوا كلهم والرعب بدأ يدب في قلوبهم مع حركة الجثة. فبتحاول كودي هنا تعمل شكل صليب من الخشب، بس للأسف ما كانش ليه أي تأثير عليها، وبتقوم الجثة وتقعد على حيلها عادي بقى. فبيقرأ بين آيات من الإنجيل على الصليب وبدأ فعلا يطلع منه نور، لكن مش بيلحقوا يعملوا بيه حاجة لأن الجثة هجمت على كودي. وحاولت كودي إنها تدفعها أو تطعنها بالسكينة، بس برضك ما كانش ليها أي تأثير. وفي وسط الهرجلة اللي موجودة كانت قدرت سوزي تجهز الصليب وبتروح بيه على الحاجة أم داني تحرقها وتريحها من عذابها. الخبر المش كويس بقى في كل ده إن كودي اتعضت منها، فبتقول لسوزي تحقنها بحقنة سعار الكلاب أو الحيوانات عموما، وبتطلب من بين يقرأ عليها ترانيم طرد الأرواح علشان لو في حاجة تتحرق في وقتها. لكن الموضوع بيعدي على خير من غير ما يحصل مشاكل. وبعدها راحوا على بيت مات، ولما وصلوا لقوا انهم اتأخروا جدا وتقريبا مصاصي الدماء احتلوا بيته، فبيكملوا طريقهم للكنيسة. وهناك في بيت مارسن كان قدر ستراكر يقبض على عبده والعم مات، بس الولع عبده كان صايع شوية وعرف يهرب منه، وبيستنى أول ما ستراكر يدخل ويلسعه على وشه يرقده على الأرض. وبعدها وصل بين وفريقه للكنيسة وحكوا للراهب كل حاجة وطلبوا مساعدته. ثواني ودخل عليهم الفتى عبده وهو بيعرفهم انه خلاص خلص على ستراكر، بس المشكلة انه فهم من كلامه قبل ما يقتله ان في مخلوق تاني في البيت وهو سبب اللعنة. وعلى حد كلامه المخلوق ده اسمه بارلو. كمان قال ان مات مدير المدرسة كان معاه وقت ما اتخطف، واتفق معاهم انهم يخلصوا سوا على بارلو اللي كان لسه في بيت مارسن. وفي وقت ما كانوا بيدوروا على بارلو اتفاجئوا بظهور الحاج مات بعد ما اتحول لمصاص دماء، علشان كده ما كانش قادر يخرج من البيت في ضوء الشمس. المهم ان بين بيخلص عليه بالصليب وبيطعنه بشوية اوتاد خشبية يقتله، وبيخرجوا من البيت لما مش بيلاقوا حاجة تاني. وبتتفق معاهم كودي انهم يوزعوا نفسهم ويحذروا باقي الاهالي قبل الشمس ما تغيب، لان ساعتها بارلو هيقدر يتحرك ويحول اعداد اكبر من الناس. وبتروح كودي تطلب مساعدة الشرطي، لكنه كان أجبن من أسب ولا أنا مالي يا ستي ما تولعوا بجاز كلكم، أروح ما بعدك روح. وفي نفس الوقت كان وصل بين وسوزي لبيتها وبتطلب من أمها إنها تيجي معاهم، لكن بارلو كان ظهر من الضلمة وعد سوزي فبيسحبها بين بسرعة وبيخرج. أما عمنا عبده فحكى لأبوه وأمه كل اللي بيحصل، وللأسف هم افتكروا إن ابنهم مسرسر ودي مجرد خزعبلات من طفل. مفيش ثواني وخبط الباب وراح الأب وقال عدولي علشان يظهر لهم بارلو فجأة في الشقة ويهاجم الأم، وبيطلع إنه سبب غياب الأب لما اتعض منه على الباب.
فبيحاول الراهب إنه يمنعه يقرب ليه أو لعبده بالصليب اللي معاه، لكن نور الصليب طفى لضعف إيمانه، ولأنه كان راجل مش تقي فده مصيره. وعند العم بن كان وصل للكنيسة بسوزي اللي كانت بدأت تتحول لمصاصة دماء، وحاول بن يحقنها بنفس الجرعة اللي وقفت تحول كودي، لكنها كانت أقوى منه وصعب السيطرة عليها، وفي ثواني بتهرب منه لبره الكنيسة. ولما خرج يجري وراها شاف إنها اختفت، بس بيشوف بدلها إن تقريبا كل أهل البلد اتحولوا لمصاصين دماء. فبيلف يرجع تاني للكنيسة، لكن كان في واحد منهم نسخة مطورة شوية وبتخطف بنه ويطير بيه، ولأن الواد بن كان قلبه أبيض قدر يقتله بوتد خشبي وينزل من تاني وبيدخل للكنيسة. وقبل ما بيلحقوا يفهموا إيه اللي حصل اتحدفت عليهم جثة الشرطي جوه الكنيسة كرسالة واضحة إن مفيش هرب من الموت هنا. وبيقضوا الليلة دي في الكنيسة لحد تاني يوم، وبيخرجوا للشارع وبيتقابلوا مع عبده اللي قال لهم إنه لازم يقتل كل مصاص الدماء علشان ينتقم لأهله وأصدقائه. بس المشكلة إن ما كانش فيه ليهم أي أثر في البلد. فبيلاحظ بين هو كمان إن مفيش ولا عربية موجودة، وخمن إن ممكن تكون العربيات وسيلة دفاعية ليهم من الشمس. وبياخدهم فعلا ويتحرك لمكان سينما السيارات، وبيلاقي هناك إن كل العربيات موجودة. ولما بيفتح شنطة عربية سوزي بيشوفها وهي نايمة جوه زي الملايكة. ومن طيبة قلبه طلب من كودي إنها تقتلها، لأنه طبعا مش هيعرف يعمل كده. لكن قبل ما تلحق تعمل حاجة كانت ظهرت الست الحيزبونة أم سوزي وقتلت كودي. وده معناه إيه بقى يا عمنا؟ إنها بقت مكان استراكر عند بارلو. المهم إن الشمس كانت بدأت تغيب ومعاها شنط العربيات بتتفتح، وبيخرج منها مصاصين دماء يهاجموا الولا عبده والعم بن، وبيمسكوا العم بن وكانوا خلاص هيشنيروه. فبيشغل دماغه عبده وبيركب لعربية وبيكسر بيها شاشة العرض اللي كانت بتحجب أشعة الشمس، وبيتحرق كل مصاص الدماء. كمان بيكمل عبده جميله وبيجي يدوس على هذه الحيزبونة يقتلها. بعدها بيقدر الاتنين يوصلوا للتابوت اللي فيه بارلو، وحاولوا كتير انهم يفتحوا التابوت علشان يقتلوه، لكن الشمس اختفت وكان لسه التابوت مش عاوز يفتح. فبياخد بن الولا عبده معاه وبيدخلوا البيت يحتموا فيه. المشكلة ان سوزي بتكون معاهم في نفس البيت وبتطلع من ورا بن وتحاول تعضه، وبيفضل بن يحاول يمنعها لحد ما مش بيلاقي حل غير انه يقتلها. وفي نفس الوقت كان بارلو زانق الولا عبده في الركن البعيد العادي وخلاص هيقتله، قبل ما بيجي العم بين الله يكرمه ويستر اصله ويخوزق الورا بارلو بوتد خشب يقتله. وفي مشهد النهاية مش بيفضل غير الولا بن وعم الأستاذ عبده اللي تقريبا كان ليه فلوس عند المنتج، يعني مش فاهم الراجل ده موجد معاه كده ليه. وبس كده يا سيدي خلصوا الكلام المعفن ده الاول. فانت ايه بقى؟ انزل تراك بقى علينا حالا بقى كده وتدحرج المس على اخوك. يلا يا عم سلام.